لما تغيرت الحساسية وصارت 200 كل اللاعبين مش قادرين يجيبوا الهيدشوت، وانا منهم. من اللي نزل التحديث الجديد وانا احاول ان اوازن هذه المعادلة، وهذه اللي راح نعرفه في هذا الفيديو. وكمان راح اقول لك سر خطير راح يخليك تجيب هيدشوت تلقائي وتوصل للمستوى اللي راح تحلم به. ومن غير ما نطول عليكم يلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ يجب نحط لايك واشتراك ويلا نبدأ. اوكي، اسطورة فيه كم مهمة راح يخليك تحترف اللعبة، وراح اعطيك سر ما حابينك المحترفين تعرفوه. اوكي، اول حاجة يا اسطورة لازم تعرف ان الحساسية ليست المصدر الرئيسي للهيدشوت، هي راح تساعدك في الهيدشوت. وانا اليوم جبت لكم اقوى حساسية للتحديث الجديد، راح تضرب احمر تلقائي. ثاني شيء يا اسطورة يلزم تعرف ان ايمك عن قريب راح يكون اسطوري وثابت، ويخليك تجيب هيدشوت بكل سهولة، خاصة اللي يحب يتفنن في لعبة. لكن من بعيد ايمك ما شاء الله عليه، ايمك يكون طاير في السماء، ولا تلقى صفراء ولا حمراء. وهذه هي مشكلة لاعبين فري فاير، الدقة على الخصم ضعيفة. وعالمين يا غالي اللعبة تخرب ونحن نصلح. جبت لكم هذا الحل، والحل هو في الشخصية. هاي الشخصية تزود لك دقة عالية على الخصم، وايمك يثبت على العدو. راح تجرب بدون شخصية وكمان بالشخصية. المهم باختصار هذه الشخصية راح تعطيك او تزود لك ايم خرافي، ايم ما يطلعش فوق الراس. ثالث شيء يا اسطورة الحساسية، راح اعطيكم حساسية خرافية تزبط مع جميع الاجهزة، وهي الحساسية ظابطة معي وشاركتها مع اصدقائي وكانت فعالة، وهي هي الحساسية. راح ندخل نجرب هاي الحساسية في الديب الوحيد ونشوف مدى فعاليتها.